السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب تانية اعدادي، وحشتوني جدا من المرة اللي فاتت. اتمنى ان انتم تكونوا متابعين كل الفيديوهات. والنهاردة بنبدأ في الدرس الثالث. الدرس الثالث بيتكلم عن العمليات على الاعداد الحقيقية. خدنا خلاص يعني ايه اعداد حقيقية، وخدنا الدرس الثاني اللي هو الفترات. النهاردة بناخد العمليات على الاعداد الحقيقية. العمليات ايه هي العمليات اللي في الجبر؟ جمع، طرح، ضرب، قسمة. دي العمليات الموجودة. طيب لو نفتكر السنة اللي فاتت لما كنا بناخد مثلا حاجة شبه كده، اقول لك 3 اكس زائد 2 زائد 2 اكس زائد 6، وكنت اقول لك اجمع. كنا بنقول دي حدود جبرية متشابهة. دي حدود ايه؟ جبرية متشابهة. فكنا بنجمعهم مع بعض. نقول 3 اكس زائد 2 اكس، نقول 5 اكس زائد 2 زائد 6 8. فأنا كده عملت جمع للحدود الجبرية المتشابهة. النهاردة بقى في حاجة اسمها الحدود الجذرية المتشابهة. ايه الحدود الجذرية المتشابهة دي؟ قال لك يا باشمهندس، لو عندك جذر، علامة الجذر اهي كلنا عارفينها. الرقم اللي بيتكتب هنا زي مثلا الجذر التكعيبي، الرقم ده بنسميه يا ولاد دليل الجذر. بنسميه ايه؟ دليل الجذر. طيب والرقم اللي تحت الجذر، لو قلت مثلا الجذر التكعيبي الاتنين، الرقم اللي تحت الجذر الاتنين ده بنقول عليه المجذور. بنقول عليه ايه؟ المجذور. طيب لو في رقم قبلها زي مثلا 5، الخمسة ده المعامل، معامل الجذر. طيب دي يعني طب امتى تبقى الحدود الجذرية دي متشابهة؟ لو لها نفس الدليل. ايه؟ لو لها نفس الدليل يعني ايه؟ يعني لو جبت لك قلت لك 2 الجذر التربيعي ل3، 4 الجذر التكعيبي ل3 برضه، هل دي تجمع؟ ليه؟ لان لها نفس دليل الجذر ونفس المجذور. نفس دليل الجذر ونفس المجذور. يبقى امتى تبقى الحدود الجذريه متشابهه؟ لو دليل الجذر هو ده تربيعي وده تربيعي، ولو المجذور هو دي جذر 3 ودي جذر 3. طب تعالى نشوف الكلام ده بقى. يلا نجرب نجمع ونطرح على الجذور دي. اول واحده بتقول لي 3 جذر 7 زائد جذر 7. دليل الجذر هو ده تربيعي وده تربيعي. احنا عارفين طبعا جذر التربيعي مش بنكتب 2 هنا. طيب ده جذر 7 وده كمان جذر 7. تمام قوي. يبقى تجمع. تجمع ازاي؟ هبص على المعامل هنا 3، هنا مفيش دي زي 1 زي ما بنكتب اكس. لما بنكتب اكس معاملها الواحد لا يكتب. فنقول ايه؟ 3 جذر 7 هحط الجذر 7 زي ما هو. 3 جذر 7 زائد جذر 7 واجمع المعاملات. المعامل هنا 3، المعامل هنا 1. 3 و1 4. يبقى 3 جذر 7 زائد جذر 7 يساوي 4 جذر 7. بسيطة وسهلة. طب نكمل نشوف المثال ده كده. يلا. كلهم ليهم نفس المجذور ونفس الدليل، يعني كلهم اسمهم الجذر التربيعي الخمس. إذا يجمعوا ويطرحوا بالراحة. الترتيب نجمع الايه ونطرح ايه. مين الاول؟ مش شمال وابدأ. 4 جذر 5 ناقص 2 جذر 5. عبارة عن ايه دي؟ اطرح المعاملات. 4 ناقص 2 2، واحط الجذر 5 زي ما هو ملوش دعوة بحاجة. طيب كده طرحت دول. زائد 5 جذر 5 ناقص 5، لا ناقص جذر 5 بس. اعمل ايه دلوقتي؟ اجمع. 2 جذر 5 و5 جذر 5 7 جذر 5. 7 جذر 5 ناقص 1 جذر 5. 7 ناقص 1 6، تبقى 6 جذر 5. برافو. طب نكمل اللي بعدها. سالب الجذر التكعيبي ل4 زائد 4 الجذر التكعيبي ل4 ناقص 2 الجذر التكعيبي ل6. هل دي متشابه؟ لا، دول الاتنين بس اللي متشابهين. اعمل ايه؟ اجمع اول 2 والتالت اسيبه زي ما هو كده. بصوا. سالب الجذر التكعيبي ل4 زائد 4. سالب 1 زائد 4 فيها الموجب 3 الجذر التكعيبي ل4
ناقص 2 الجذر التكعيبي لستة. واسيبها كده يا باشمهندسه؟ يا حبيبي هتسيبها كده، لان دول الاتنين لا يجمعوا. الدليل هو الدليل بس المجذور مش هو. يعني ما ينفعش اجمع او اطرح جذر التكعيبي لأربعة مع الجذر التكعيبي لستة، دي حاجه ودي حاجه. تمام خلاص يا باشمهندسه، عرفنا ازاي نجمع ونطرح. طب ازاي نضرب ونقسم؟ صلى على النبي. عارف لما كنت بديك اقول لك 3 اكس اضربها لي في 2 اكس، كنت بتعمل ايه؟ كنت بضرب المعاملات في بعض والاكسات في بعض. 2 في 3 كنت اقول 6، واكس في اكس باكس اس 2 بس. ده هتعمله هنا بالظبط، بس في جذر، مفيش غير كده. يلا، فهقول له -7 جذر 2 في 5 جذر 2. يلا، -7 في 5 ب35. جذر 2 في جذر 2 اهو. بص انا هقولها لك، جذر 2 الكل تربيع. طب تعالى على جنب هنا كده يا باشمهندس اما اقول لك حاجه. هو انا لما اقول لك جذر 2 في جذر 2، مش دي عباره عن جذر واضرب ما تحت الجذر؟ 2 في 2 ب4، وجذر 4 دي ب2. يعني من الاخر اي جذر تربيعي في الكون لما ربعه كأن التربيع بيضيع الجذر، يبقى باقي لي 3. طب لو تكعيبي يبقى لازم لما كعبه، لو بقول الجذر التكعيبي ل4 الكل أس 3، يبقى ال3 تضيع برضو الجذر التكعيبي يبقى 4، وهكذا. يبقى هنا جذر 2 في جذر 2، يعني جذر 2 تربيع، ال2 تطير الجذر يبقى باقي لي 2 بس، يبقى الناتج -35 في 2 فقط لا غير، يبقى الناتج -70 بس. تمام. طيب اللي بعدها يا باشمهندس ركز معايا، هضرب بسط في بسط الاول ومقام في مقام، وفي الاخر ابقى اقسم بالراحه. اقول له ايه؟ ادي البسط، هاجي قايله له 5 في 6 30 جذر 7، والمقام 2 في -4 ب-8 جذر 7. الا طب ما جذر 7 طارت مع كده ايه؟ جذر 7، برافو. يبقى ادي الجذر 7 هتروح مع الجذر 7 اللي تحت، والناتج يبقى باقي لي 30 على -8. برافو، 30 تبقى -30 بقى، طلع السالب في البسط، -30 على 8. طبعا تختصر، يعني اكيد تختصر. يبقى مثلا نختصرها على الاتنين فيها ال15 على الاتنين فيها ال4، يبقى -15 و8 على الاتنين فيها ال4 بس. شكرا. طب اللي بعدها يلا، الجذر التكعيبي ال5 الكل تكعيب. الله، برافو يا باشمهندسين. يبقى ال3 دي تطير الجذر الايه؟ التكعيبي، يبقى الاولى اسمها 5 بس اهي، في 2 جذر 5 على 5 جذر 5. شكرا. يلا خلص البسط. ال5 في 2 ب10 جذر 5 على 5 جذر 5. الا جذر 5 طار مع جذر 5، باقي لي 10 على 5 فيها الكام؟ فيها ال2. تمام، برافو برافو يا باشمهندسين. بس وهكذا. يبقى ايا كان السؤال جاي لك ضرب، جاي لك اسمه، كل اللي انا هعمله ايه؟ ان انا هضرب، والله في حاله الضرب هضرب المعاملات في بعض والجذور في بعض. لما باجي اضرب جذر تربيعي في جذر تربيعي كاني بربعه، والتربيع يضيع الجذر، يبقى ما تحت الجذر فقط. جذر تكعيبي برضو كذلك، الكل تكعيب برضو التكعيب يضيع الايه؟ الجذر. كلام سليم جدا. طيب هل ده كل المطلوب مني يا باشمهندسه في العمليات على الاعداد؟ طبعا لا. العمليات دي لها شويه خواص هنقولها كده بسرعه، ان احنا واخدين كل الخواص على اي عمليات قبل كده، بس ما كانتش على الاعداد الحقيقيه، وانت هتبقى فاكر الكلام ده برضه. طب هطبقه على الاعداد الحقيقيه هو ولا في اختلاف؟ ايه الانغلاق دي؟ خاصيه الانغلاق ناس كتير بتبقى مش فاهمه معناها وبتبقى ناسيه يعني ايه الخاصيه دي. والله يا باشمهندس، هو انا لما باجي اجمع عدد حقيقي زائد عدد برضه حقيقي، انت متخيل يديك ايه؟ يديك عدد حقيقي، يعني برضو اللي هينتج عدد حقيقي. طب لو ضربت عدد حقيقي في عدد حقيقي هينتج ايه؟ عدد حقيقي. طب لو قسمت عدد حقيقي على عدد حقيقي، وهكذا. يبقى خاصية الانغلاق معناها لما بدخل عدد حقيقي مع عدد حقيقي برضو بينتج لي عدد حقيقي. حقيقي يعني ينتمي لآر بس، ولا حاجة غير كده، ما فيش أي شيء غير كده. طيب الإبدال يعني ببدل. خاصية الإبدال موجودة في إيه؟ موجودة في الجمع، وموجودة في الضرب، موجودة في الجمع
وموجودة في الضرب. هل خاصية الإبدال موجودة في الطرح؟ لأ. هل خاصية الإبدال موجودة في القسمة؟ لأ. يبقى خاصية الإبدال جمع وإيه وضرب. زي مثلا لو جيت أقول لك في الجمع دي، لو قلت لك A زائد البي هي B زائد الA، صح؟ والله بدلنا. طب في الضرب لو جيت أقول لك A في B، طب ما هي B في A، يبقى الإبدال موجود إيه جمع وموجود ضرب، لكن اسم وطرح لأ. تمام. طيب خاصية الدمج، ايه الدمج دي؟ بجمع. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا عندي عدد حقيقي اسمه ايه زائد عدد حقيقي اسمه بي، وهاجي جمع معاهم عدد حقيقي اسمه سي، هي ولا لا؟ ركز كده، هي ولا لا؟ اني لو قلت ايه زائد وهحط البي والسي مع بعض، والله هي يبقى الدمج موجود برضو في الجمع وموجود في الضرب. يبقى انا لو بدلت مش هيحصل اي حاجه في الناتج. يبقى الدمج موجود في الجمع، برافو، وموجود في الضرب. هل موجود في القسمه والطرح؟ لا. يبقى هنا القسمه والطرح لا، مش موجودين، لا ابدال ولا دمج. تمام يا باشمهندس. طب ندخل على اللي بعده. بيقول لك خاصيه توزيع الضرب على الجمع والطرح. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا جيت قلت لك مثلا رقم عدد حقيقي اسمه ايه، وانا عايزه اجمعه، اضربه مع عدد او اطرحه مع عددين تانيين، جمع او طرح، هعمل ايه؟ نفس اللي كنت بعمله، كنت بدخل الايه على البي وبعدين الايه على السي بالظبط كده. فجاه قايله اي بي زائد او ناقص اف سي، يبقى انا كده وزعت الضرب على الجمع والايه والطرح. يبقى دي خاصيه ايه التوزيع. تمام، واضح يا باشمهندس؟ توزيع الضرب هو اللي بيتوزع على الجمع والايه والطرح. كلام سليم. طيب المحايد، والله عارفينه وحافظينه من ابتدائي. المحايد الجمعي هو الصفر. طب المحايد الضربي هو الواحد الصحيح. الكلام ما اتغيرش يعني يا باشمهندسه عن زمان، هو المحايد الجمعي الصفر والله. طب المحايد الضربي الواحد الصحيح والله، ولا فيها اي حاجه، نفس الكلام القديم. طيب المعكوس بقى لا، المعكوس في شغل، وهنحل دلوقتي على الجذور وليه شغل لطيف قوي. المعكوس الجمعي، المعكوس الجمعي بعمل ايه؟ بغير الاشاره. يعني لو انا عندي عدد اسمه A، معكوسه الجمعي سالب الايه بس والله. طب لو انا عندي عدد اسمه سالب بي، معكوسه الجمعي لو عندي سالب بي معكوسه الجمعي موجب بي. طب الضربي بقى، المعكوس الضربي بعمل ايه؟ لو انا عندي عدد اسمه A، معكوسه الضرب ايه؟ واحد على ايه، برافو. عدد اسمه بي، معكوسه الضربي واحد على بي. وخليك دايما فاكر اني لما بجمع العدد مع معكوسه يدي صفر، ولما بضرب العدد مع معكوسه الضربي يدي الواحد الصحيح. يعني من اللي فوق دي A زائد سالب الايه الناتج صفر، وهنا A في واحد على الايه يدي الواحد الصحيح. يعني المعكوس الضربي لما ينضرب في معكوس الضربي يدي المحايد الضربي، والمعكوس الجمعي لما ينجمع على معكوسه الجمعي يدي الصفر اللي هو المحايد الجمعي. بس هي دي كل الخواص، انت مش محتاج اكتر من كده. طيب ايه الاسئله اللي بتجيلي عليها واحلها ازاي؟ بص السؤال العبيط ده سؤال بيكلمك عن خاصيه التوزيع، اعمل ايه فيه؟ احله ازاي؟ عندي 5 جذر 2 تتوزع، تدخل على الاول وبعد كده على التاني بس. شكرا. يلا 5 جذر 2 في 3 جذر 2، شكرا. الجذر هو الجذر، يبقى اضرب المعاملات. التلاتة في 5 ب15، برافو. جذر 2 في جذر 2 خلاص حفظنا، برافو يا باشمهندسين، ب2، الجذر يطير مع الجذر، ها ناقص 5 جذر 2 في 2 برضو، يبقى هندخلها على دي، يبقى المعاملات تنضرب. 5 في 2 ب10، وباقي لي ايه ما حطيتوش؟ جذر 2. يبقى الناتج هيطلع 15 في 2 ب30 ناقص 10 جذر 2. تمام برافو. طيب اللي بعدها بيقول لك قوسين 2 في بعض. نفتكر السنه اللي فاتت يا باشمهندس ايه؟ 2 جذر 3 ناقص 3، و2 جذر 3 زائد، يعني مره سالب ومره موجب. خدنا السنه اللي فاتت ان ده مفكوك الفرق بين مربعين، برافو. فبيبقى الناتج بتاعه ايه؟ تمام، الاول تربيع ناقص التاني تربيع، برافو. فانا محتاجه اربع الاول، هربع المعامل وهربع الجذر. 2 تربيع
باربعة، برافو. في جذر 3 تربيع، ها برافو، التربيع يشيل الجذر يبقى الناتج 3، برافو. ناقص التاني تربيع، 3 تربيع ب9، برافو. الأربعة في 3 ب12، 12 ناقص 9، تمام 3، يبقى الناتج 3. يبقى دي كلها اختصرت إلى 3 ولا أي حاجة، في منتهى السهولة والجمال. طب نكمل. لو أنا جه قال لي مثلا قوس لكل تربيع، شوف كل الأسئلة دي بتفكرك وتراكمي السنة اللي فاتت. ها مفكوكه إيه؟ الأول تربيع، التاني تربيع، إشارة الأوسط، الأول في التاني في 2، برافو. يلا الأول تربيع، ها هربع الاتنين بس؟ لا. هربع جذر 5 بس؟ لا، هربع الاتنين مع بعض واضربهم في بعض. تربيع الاتنين 4. في تربيع الجذر 5، تمام حفظنا بقى ب5. والتاني تربيع التلاتة 9. طب إشارة الأوسط إيه؟ موجبة، ماشي. الأول في التاني في 2، يلا 2 في 3 ب6، 6 في جذر 5 ب6 جذر 5 في 2، 6 في 2 ب12، يبقى 12 جذر 5. نجمع بقى الحدود اللي شبه بعضها. ها 4 في 5 ب20، وهينجمع عليها ال9 تبقى 29 زائد 12 جذر 5. نسيبها على شكلها كده؟ والله ولا أي شيء، ده لا يجمع مع ده. تمام. طب نكمل. ها يلا دي عبارة عن ايه؟ 2 جذر 5 ناقص 2 جذر 7 ناقص 5 في 2 جذر 7 زائد لا ده مش فرق بين مربعين، مش المفكوك بتاعه، معلش ده دي حاجة تانية خالص. ايه؟ هبدأ الأولى مع الأولى وبعد كده الأولى مع التانية، زائد دي كمان مع الأولى وبعد كده برضه أوزعها على التانية. يلا تمام. ها 2 جذر 7 في 2 جذر 7، أضرب المعاملات في بعض، 2 في 2 ب4، جذر 7 في جذر 7 ب7. شكرا. يلا 2 جذر 7 في 1، أي حاجة في 1 تدي نفس الحاجة، يبقى تدينا زائد 2 جذر 7. كمل. أنا كده خلصت الأولى، أدخل على السالب 5 أوزعها برضو على 2 جذر 7 وعلى الواحد. سالب 5 في 2، سالب 5 في 2 ها سالب 10 أهي، يبقى سالب 10 جذر 7. طب سالب 5 في 1 سالب 5. هجمع حدود جبرية متشابهة. ايه اللي متشابه؟ اللي فيه جذور مع بعض واللي فيه أرقام فقط مع بعض. يلا ال4 في 7 ب28، 28 ناقص 5 ها 23 زائد 2 جذر 7 ناقص جذر 10 جذر 7. ها خلاص بقى كلام قديم، كبرنا، مختلفين في الإشارة، أطرح بإشارة الكبير، يبقى إشارة الكبير سالبة. 10 ناقص 2 برافو 8 جذر 7 فقط وشكرا. تبقى كده خلصت. طيب في حاجة مهمة محتاجين نعرفها وبيجي عليها أسئلة كتير قوي. بيقولك إن المقام، فاكرين مثلا لما كنا بنقول ما ينفعش يبقى فيه صفر في المقام؟ النهارده هيقولك ما ينفعش يبقى فيه جذر في المقام. فانا بحب المقام عدد صحيح، فازاي اخليه عدد صحيح؟ بص يا عم الحاج، لو انا مثلا عندي 2 على جذر 5، ينفع جذر في المقام؟ ترد تقول لي لا. فانا عايزه احوله لعدد صحيح، حاجه اسمها بضرب في المرافق. بضرب في الايه؟ في المرافق، مرافق الجذر نفسه ومرافق اي عدد نفسه. يعني مرافق الجذر 5 جذر 5، بس بضرب في المرافق فين؟ بسط ومقام. يعني ايه يا باشمهندس؟ هوريك حالا يا عسل. هاجي ضربه هنا اهو فوق في جذر 5 على برضو جذر 5، واحلها ازاي؟ اضرب بقى بسط في بسط ومقام في مقام. 2 في جذر 5 ب2 جذر 5 على جذر 5 في جذر 5 ب5. إلا يعني المقام اتحول لعدد ايه كده؟ صحيح. طب تعالى يا باشمهندس نشوف أمثلة على الكلام ده. بيقولك اجعل المقام عدد صحيح في كل دول. أنا عايزة المقام عدد صحيح. إلا أيوة بس يا باشمهندسة ده جذرين أو رقمين مجموعين مع بعض، إزاي أجعل المقام كده عدد صحيح؟ والله يا حبيبي كل الحكاية إن أنت هتغير الإشارة اللي في النص فقط، هتغير الإشارة اللي في النص فقط، وهتضرب بسط ومقام في نفس المرافق. فهتيجي قايل إيه؟ هضرب فوق ب5 ناقص جذر 3 وتحت 5 ناقص جذر 3. حل بقى يا عسل. يلا بسط في بسط ومقام في مقام. برافو. 1 في 5 ناقص جذر 3 برافو ب5 ناقص جذر 3.
يلا دي واحد موجب وواحد ايه سالب، يعني ده مفكوك الفرق بين مربعين اولى اعدادي، يعني معناه الاول تربيع ناقص التاني تربيع. يا مش مهندسه ده زي لا يا حبيبي، طالما واحد موجب وواحد تاني سالب يبقى ده الفرق بين مربعين، الاول تربيع ناقص التاني تربيع. يلا 5 تربيع 25 ناقص جذر 3 تربيع 3. بقت سهله خالص، بقى البسط عندي 5 ناقص جذر 3 واضحه خالص اهي، و25 ناقص 3 فيها الكام يا رجاله؟ برافو 22. برافو احسن باشمهندسين. فيها حاجه دي بس خلاص نسيبها على وضعها كده وشكرا. شكرا خلصت. طب اللي بعدها نفس الكلام والله، بس اداني اشاره سالب، اغيرها اخليها موجب، يبقى انا هضرب في البسط في 4 زائد جذر 5، وفي المقام 4 زائد جذر 5. نفس الشيء، انا كده ما غيرتش حاجه، بدليل ان ده كله ممكن يروح مع ده كله، يبقى المساله هي تمام. هقول له يساوي، اضرب لي بسط في بسط ومقام في مقام. هضرب ال11 في القوس ده وتحت الايه القوسين دول في بعض، خلاص حفظناهم مترافقان، يعني الاول تربيع ناقص التاني تربيع. اتفضل 11 في 4 ب 44 زائد 11 في جذر 5 بسيطه 11 جذر 5. طب المقام الاول تربيع ناقص التاني تربيع 4 تربيع 16 ناقص جذر 5 تربيع ب5. طب كمل تساوي ادي ال 44 زائد 11 جذر 5 على 16 ناقص 5 فيها ال 11. لاحظت حاجه؟ لاحظت ان اقدر اخد 11 عامل مشترك من فوق، معلش تاني، يبقى ناخد ال 11 يبقى لي 4 زائد جذر 5 وتحت في 11 طارت، يبقى الناتج النهائي هو ال 4 زائد جذر 5 وشكرا. تمام سهله وبسيطه. طب اللي بعدها في جذرين مش جذر واحد بس بينهم اشاره سالب ولا حاجه، هضرب فوق وتحت في عكس الاشاره. جذر 7 تبقى زائد جذر 3 فوق، وجذر 7 زائد جذر 3 تحت اهو. يلا يا عسل الموضوع بسيط. هضرب ال4 في القوس ده كله، والقوسين دول الاتنين عرفناهم فرق بين مربعين، الاول تربيع ناقص التاني تربيع. يلا ادي ال4 في جذر 7 زائد جذر 3 واقفل القوس. هنا الاول تربيع جذر 7 تربيع 7 ناقص جذر 3 تربيع 3. لا ما هي 7 ناقص 3 ب4. يا نهار، يعني دي عباره عن 4 في جذر 7 زائد جذر 3 اهي، ونقسم على 7 ناقص 3 4، تقوم ال4 طايره، يبقى الناتج بس جذر 7 زائد جذر 3. والله شكرا كده خلصنا. يبقى المرافق لدي ال4 على جذر 7 ناقص جذر 3 اصلا جذر 7 زائد جذر 3. فيها مشكله؟ دي بسيطه وسهله خالص. طب لما يجي يقول لي مثلا اوجد في ابسط صوره المعكوس الجمعي والضربي. جمعي بغير الاشاره، الموضوع بسيط. ضربي بقى لا بشقلب. طب هنا الجمعي ده هو اسمه سالب 7 جذر 3، يلا معكوسه الجمعي موجب 7 جذر 3. طب الضربي لا هشقلب، هيبقى بدل ما هو اسمه كده بدل ما هو اسمه سالب 7 جذر 3 يبقى اسمه 1 على سالب 7 جذر 3. ينفع المنظر ده؟ ينفع المقام في جذر؟ ايوه، يبقى انا هضرب فوق وتحت. برافو عليكم سمعتكم في جذر 3. طب تساوي 1 في جذر 3 جذر 3 على سالب 7 في 1 بسالب 7 وجذر 3 في 3 ب3. يبقى الناتج عندي طلع، هطلع السالب فوق يبقى سالب جذر 3 على 3 في 7 ب21. شكرا خلصتها والله ما فيها مشكله. طب دي معكوسها الجمعي يغير الاشاره، سالب جذر 3 على 3. طب دي معكوسها الضربي بقى هي اللي فيها شغل. يلا معكوسها الضربي بدل ما هي جذر 3 على 3 لا اخليها 3 على جذر 3. طب ينفع اسيبها بالمنظر ده؟ لا، هضرب فوق في جذر 3 وهضرب تحت في جذر 3، ما ينفعش المقام يبقى جذر. تساوي بسط في بسط ومقام في مقام، 3 في جذر 3 ب3 جذر 3، جذر 3 في جذر 3 ب3. الله، ده ال3 هتطير مع ال3 يبقى الناتج جذر 3 بس. شكرا. طب الأخيرة 2 جذر 5 ناقص 1 معكوسها الجمعي سالب. بص خد بالك من دي، ده دي حدين جبريين مش حد واحد، يبقى هغير إشارة الأول وإشارة التاني، يبقى دي اسمها سالب 2 جذر 5
ناقص واحد تبقى زائد واحد. برافو، يبقى ده المعكوس الجمعي. طب المعكوس الضربي بقى شقلب، بدل ما هي كده هقول واحد على بس وشكرا، فهقول له واحد على الضربي بقى. واحد على 2 جذر 5 ناقص واحد. ينفع؟ ينفع باشمهندسين جذر في المقام؟ لا والله. فهضرب في معكوس، ومعكوسه ايه؟ هغير الاشاره اللي في النص، تبقى 2 جذر 5 زائد واحد على 2 جذر 5 زائد واحد. الله، سهله وجميله. يلا حل، بسط في بسط ومقام في مقام، واحد في اي حاجه بنفس الحاجه، تبقى 2 جذر 5 ايه زائد الواحد على دول الاتنين ايه؟ مفكوك الفرق ايه بين مربعين ومترافقان. اي اتنين مترافقان عباره عن ايه؟ حاصل ضربهم الاول تربيع ناقص التاني تربيع. الاول تربيع اربع دي بس، اربع دي بس، لا اربع الاتنين واضربهم في بعض. 2 تربيع ب4 في جذر 5 تربيع ب5 ناقص التاني تربيع تربيع الواحد واحد. كمل، يبقى البسط زي ما هو 2 جذر 5 زائد واحد، والمقام 4 في 5 ب20، 20 ناقص واحد 19. شكرا، يبقى الناتج ينتهي على هذا بس، ومفيش اي شيء غير كده. 2 جذر 5 زائد على 19، وبتسيبها على وضعها بالشكل ده بالظبط. طيب هل في اسلوب تاني للاسئله؟ الافكار كتير، الافكار كتير وهنحلها كلها. اول سؤال مثلا بيقول لي ايه؟ اختر الاجابه الصحيحه اذا كان الجذر التكعيبي الخمسة زائد 3a تساوي 4 الجذر التكعيبي الخمسة، فإن، ومدي اختيارات لإيه؟ هل إيه بواحد ولا بجذر 5 ولا الاختيار التالت ده كان إيه؟ والله ما أنا فاكرة يا باشمهندسين، هحاول أجيبه. الاختيار التالت دوت كان جيم بجذر التكعيبي الخمسة. الجذر التكعيبي لخمسة. يلا نشوف الحل بتاعها إيه دي. أنا هجيب إيه؟ حل معادلة زي السنة اللي فاتت. مش أنت عايز إيه بكام؟ هودي ده الطرف المعاكس بس، اسيب الاف ناحيه وكل ما هو غير الايه يروح الناحيه الثانيه. فهقول له اذا 3a هتساوي 4 الجذر التكعيبي الخمسة ناقص الجذر التكعيبي الخمسة. طيب يبقى 3a دي هتساوي، اطرح 4 جذر تكعيبي الخمسة ناقص الجذر التكعيبي الخمسة فيها 3 الجذر التكعيبي لخمسة. طب وبعدين انا عايز الايه ولا ال3 ايه؟ لا ده انا عايز الايه. يبقى اقسم يمين وشمال على 3. حل المعادلات القديمه يا باشمهندس بالقسم على 3 الناحيه دي وبالقسم على 3 الناحيه دي. ادي ال3 دي طارت ودي كمان ايه طارت. من هنا يطلع لنا ان الايه بمنتهى السهوله بالجذر التكعيبي الايه لخمسة، اللي هي الاجابه ج. نختارها على طول، الايه بالجذر التكعيبي الخمسة. بسيطه وما فيهاش اي حاجه. تمام. طب المثال اللي بعده ركز لي بقى. بيقول لك اذا كان اكس تساوي جذر 2 زائد 10 وواي جذر 2 ناقص 10، لاحظت انهم مترافقان. فما قيمه المقدار ده؟ في واحد عبيط وبيطول هيجي قايل انا هحط الاول تربيع والتاني تربيع والاول في التاني في 2 وبعدين هربع الاكس دي كلها وبعدين هربع الواي دي كلها وبعدين هضربهم في بعض في 2. غلط يا باشمهندس. حطهم الاول جوه القوس والاخر ربع. اللي انت هتعمله صح وهيطلع الناتج لو انت بالك طويل، انما خليك واد لماح. الرياضه عايزه الذكي اللماح. اقول له ايه؟ والله انا هفتح القوس التربيع، مش ده اللي انت طالبه؟ فما قيمه ده؟ ادي القوس التربيع الكبير، واحط الاكس واحط الواي وابقى اربع الناتج النهائي. الاكس بكام؟ جذر 2 زائد 10 زائد احط زائد الواي بكام؟ جذر 2 برافو ناقص ال10 الكل تربيع. الله، شكرا. لاحظت ان دي موجب 10 ودي سالب 10 يطيروا مع بعض. 10 ناقص 10 بصفر، خلاص خلصنا. فاضل لي جذر 2 زائد ايه؟ جذر 2. جذر 2 زائد جذر 2 بكام يا باشمهندسين؟ برافو، ب2 جذر 2 ولسه الكل ايه؟ تربيع. يلا نربع. خلصت خلاص. التربيع يدخل على دي ودي. 2 تربيع ب4 في جذر 2 تربيع ب2 والاتنين في 4 ب8. برافو. يبقى هنختار الاختياري ج برضو اللي هي الإجابة 8. فيها حاجة دي ولا حاجة؟ شكرا. طيب اللي بعدها بيقول لك ما المعكوس الضربي للعدد، ومديني العدد ده جذر 3 ناقص 2. طب انا عايزه معكوسها لايه؟ الضربي ولا حاجه، هشقلبها. بدل ما هي جذر 3 ناقص 2 هخليها 1 على جذر 3 ناقص 2. وابص في الاختيارات، عندك حاجه من دي في الاختيارات يا باشمهندس؟ لا. طب ما طبعا مش هتكون موجوده. ليه؟
اصل جذر التلاتة في المقام ده ما ينفعش جذر في المقام الحل القديم بقى، او مضاربة في ايه في المراد. هضرب فوق في جذر 3 زائد 2 وتحت في جذر 3 زائد 2. برافو. ها، واحط اقواسي وبسط في بسط ومقام في مقام، واحد في اي حاجة بنفس الحاجة، يبقى جذر 3 زائد 2 مترافقان، الاول تربيع ناقص التاني تربيع. شكرا. جذر 3 تربيع ب3 بس، حفظنا خلاص. ناقص 2 تربيع ب4. تمام. يبقى الناتج جذر 3 فوق زائد 2 على 3 ناقص 4 سالب 1. السالب يطلع في البسط ويغير جميع الإشارات، حافظين من السنة اللي فاتت. هيطلع على فوق بس لا، يبقى سالب جذر 3 ويدخل على الموجب 2 يبقى سالب 2 هو كمان. برضو الإجابة طلعت معانا أنه اختياري واضحة زي الشمس. جيم. سالب جذر 3 ناقص 2. افتكر واضحه. النهارده بس شرح الدرس دوت، حلينا شويه تمارين عليه، في تمارين كتير موجوده. اي حد محتاج اي سؤال يا ريت يتواصل معايا في التعليقات. اكتبوا لي دايما تعليقات، التعليقات دي هي اللي هتخليني اخد بالي، هرد على اي حد على قد ما اقدر ان شاء الله. بالتوفيق يا باشمهندسين. انا كنت معاكم المهندسه هديره العربي، هتوحشوني جدا.